السلام عليكم. صحيفة أمريكية واشنطن أرسلت طائرات حربية باتجاه إيران. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قالت صحيفة واشنطن بوست إن الولايات المتحدة أرسلت طائرات حربية باتجاه إيران بعد ورود أنباء مؤخرة عن استعداد إيران لشن هجوم على السعودية. ولم تحدد الصحيفة متى بالضبط أرسلت الولايات المتحدة هذه الطائرات، وأضافت: عندما حذرت تقارير استخباراتية مؤخرا من هجوم صاروخي باليستي وطائرات بدون طيار إيرانية وشيكة على أهداف في المملكة، أطلقت القيادة المركزية الأمريكية طائرات مقاتلة متمركزة في منطقة الخليج تجاه إيران كجزء من حالة التأهب القصوى العامة للقوات الأمريكية والسعودية. ووفقا للصحيفة، يعتبر إرسال هذه الطائرات بمثابة الدليل على قوة وأهمية الشراكة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. في يوم الثلاثاء الماضي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعودية تبادلت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة حول هجوم وشيك من جانب إيران على أهداف داخل أراضيها. من جانبها، أكدت الخارجية الإيرانية أن الدول الغربية تعتمد على تأجيج الأجواء ضد إيران، بالزعم أن طهران تستعد لضرب السعودية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بنوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.